السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن أسباب العومان والحادثة مع دوس الفرامل. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو فعلا حسيت الفيديو فادك. أنا قلت لكم في أول الفيديو عن أسباب العومان أو عدم الثبات وأسباب الحادثة مع دوس الفرامل، وإحنا النهارده طبعا بنتكلم عن عربية أوبترا، والعربية دي صاحبها يعني عايز أقول عمل كل حاجة بسبب العومان، وظبط زوايا اكتر من مره وبرضك مازال عنده في عوامات في العربيه وحادثه مع دوس الفرامل. طبعا لما رفعنا كشفنا على العربيه لقينا ان العربيه معظمها كل العفشه يعتبر سليمه. هو قال لي انا عملت كل حاجه عملتها، وبرغم كده في عوامان معايا في العربيه. فعلا طلعت جربت العربيه مش ثابته، ومع دوسة الفرامل بلاقي الطاره ايه حدفت سنه يمين، سنه يمين كده الطاره بتعمل كده والعربيه بتحدف ايه يمين. لما رفعت العربيه كشفت عليها لقيت الاجزاء العفشه كلها مش ما فيهاش مشكله. فابتديت اللي انا قلت لكم قبل كده، اول حاجه لما يكون عندي مشكله في العومان ببص على جلب المقصات وبيض المقص. فكيت المقصين زي ما انتم شايفين هنا كده، زي ما انتم شايفين البيض بتاع المقص، بيض المقص لقيته كويس اهو، والجلبتين الكبار برضك كويسين ما فيهمش مشكله. ادي الجلبه الكبيره وادي الجلبه ما لقيتش فيهم ولا البيض لقيت فيه مشكله ولا لقيت الجلب الكبيره فيها مشكله. قلنا قبل كده كتير اللي ممكن تبقى الجلبه البلحه اللي هي دي الجلبه الصغيره دي تبقى شكلها سليم بس هي من جوه المقص ذات نفسها مبوشه. وفعلا لما انا فكيت لما المقص راكب في العربيه ما فيهوش اي حاجه. يعني طبعا الجلبه باينه بتاعه المقص الكبيره باينه، والجلبه والبيضه فكيت المسمار البيضه الغفير لقيت ان البيضه برضه كويسه ما فيهاش اي مشكله. قلت بقى افك علشان اقدر اكشف على الجلب البلح. زي ما انتم شايفين بقى طلع العيب من ايه يا جماعه. تعالى زي ما انتم شايفين هنا برضك انا عايز اصور هنا حاجه. تعالى الجلبه مش باين فيها اي حاجه، الجلبه سليمه من ناحيتين اهي، من هنا ومن هنا، بس الجلبه طلعت خفيفه من جوه. بصوا يا جماعه عشان برضك عيب زي كده ما يدوخكش ويتعبك وتلاقي نفسك صرفت كتير وبرضك ما زال عندك العيب مستمر. بصوا يا جماعه الجلبه عامله ازاي، زي ما انتم شايفين الجلبه مبوشه خالص. تعالى هنا صور. بصوا يا جماعه، بص الجلبه مبوشه ازاي من هنا، مفرغه ما بين الايه، ما بين المقص وما بين طبعا زي ما انتم شايفين كده. اول لما انت بتيجي تمشي بالعربيه ايه اللي بيحصل؟ تعالى من هنا كده، اول لما بتيجي انت تدوس فرامل تلاقي المقص ده راح مؤخر كده روح عامله ايه معاك العربيه، روح العربيه حادفه، العربيه تحدف معاك. وطبعا مع السرعه المقص كله بيبقى خفيف بالشكل ده، خفيف. تعال بقى اوريكم المقص التاني. الجلبه ما كانش فيها ايه، الجلبه دي يا جماعه متغيره، الجلبه دي متغيره ومتغيره جي واي، بس ده جي واي مضروبه عشان تبقوا فاهمين. قلنا ده انا هعمل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله عن السي تي ار المضروب علشان الناس اللي بتتغش. ولسه جالي اكتر من كذا زبون بقطع غيار سي تي ار مضروبه، لان السي تي ار اللي موجود في دلوقتي معظم اللي موجود في السوق مضروب، لان الشركه الهندسيه مش منزله شغل بقى لها فتره، فكله دلوقتي بينزل على المضروب. تعالى بقى نبص هنا، دي الجلبه الاصليه، دي الجلبه دي ما اتغيرتش، الجلبه دي مش متغيره، الجلبه دي متغيره. تعالى بقى بص هنا يا جماعه، انا اهو انا رابط هنا، بص المقص مفيش اي ايه، مفيش اي حركه. يعني انا بكل قوتي اهو مفيش اي ايه، اي حركه. حتى المقص ده نفسه يعني ما بص مفيش تاخير في المقص، اللي بيتحرك كلها الجلبه كلها اللي ايه، اللي بتتحرك. بصوا هنا الجلبه كلها اللي بتتحرك بتتعصر اهو. هنا المقص ذات نفسه هو اللي ايه، اللي بيفتح. فانا عايز اقول لكم خلي بالكم من قصه الجلبه البلحه دي كويس، لان معظم الناس ممكن يبقى عنده مشكله في الجلبه البلحه فيشوف الجلبه شكلها الخارجي سليم، شكلها الخارجي سليم. بردك عايز اقول حاجه بردك في الفيديو ده لاصحاب العربيات الاوبتر والافيو، وفي عربيات كتير المقص، علشان بردك ايه دي معلومه هتفيدك. المقص يا جماعه اللي وشه
زي ظهره ده، اللي وشه زي ظهره، ممكن يشتغل يمين او شمال، يشتغل يمين او شمال. طب ازاي بتقلب البيضه؟ تعالى هنا كده. لو انا فكيت الثلاث برشامات دول، او ممكن يبقوا بمسامير، لو لفيت البيضه دي عكس كده، يشتغل معايا ايه؟ يشتغل معايا يمين. ولو لفيته كده يشتغل معايا ايه؟ شمال. ده معلومه ممكن تعملها في العربيات الاوبترا، تعملها في العربيات الافيو، تعملها في السكودا الفور. في عربيات كتير جدا المقص اللي وشه شبه ظهره تقدر تقلبه يمين او شمال لو انت احتجت مقص ومعاك مقص. يعني انت ممكن تبقى عندك مقص شمال ومعاك مقص يمين مثلا، انت خلعه قبل كده من عربيه كويس، تقدر تقلبه بالشكل ده. هتفك البرشام او تفك الثلاث مسامير، تقلب البيضه، تشتغل معاك شمال ويمين. طبعا الكلام ده مش في كل المقصات، عشان انا بقول المقص اللي في وشه زي ظهره. ده احنا النهارده قلت لكم عن فيديو عن اسباب العومان، وقلنا قبل كده بردك لو المقص البيضه بتاعته بايظه زي المقص اللي وريه لكم ده، يعمل بردك معاك عومان. المقص ده بردك يا جماعه اللي هي البيضه دي، يعني نفس الشكل كده اهو، زي ما انتم شايفين اهو. بصوا البيضه دي خفيفه جدا، وفيها ايه؟ فيها جوه وبره. تعمل معاك نقر في الملفات وانت بتلف كده، تاخد يمين وشمال، تاخد مطب، بيعمل معاك نقره، بيعمل معاك عدم ثبات، وتعمل معاك عدم ثبات. ده فيديو عن اسباب العومان. خلي بالكم من الجلبه البلح، وانا عملت لكم فيديو قبل كده. اوريكم بردك حاجه ايه عشان بس الناس تقتنع. بصوا انا قلت لكم الجلبه دي، اوريكم مسافه ما اديها دقه هتعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه الجلبه، تعالى صور لي هنا كده من جوه. بص الجلبه يا جماعه مفرغه كده من كل ده، مفرغ. بص الجلبه من هنا، بصوا الجلبه كل ده. بصوا يا جماعه عامله ازاي. لو انا جبت لكم المقص التاني حبيت انطر الجلبه هوريه لكم، انطر لك الجلبه بتاعت المقص التاني اللي هو ده واوريكم. دي الجلبه اللي هي الايه الاصليه، الجلبه الاصليه. عايز بقى انطرها، بصوا يا جماعه الجلبه عشان تنطر. بصوا الجلبه عشان تنطر مفيش هنا ايه، مفيش اي فراغ. فين الجلبه كلها؟ مفيش تسميع في الجلبه كلها سليمه. ليه؟ الفرق ايه؟ ما بصوا هنا يا جماعه، الفرق ما بين الجلبه هنا متاكله ازاي، متاكله، وهنا الجلبه ايه، الجلبه سليمه. الجلبه هنا سليمه وهنا الجلبه متاكله، فالفراغ اللي هنا ده عامل بوش جوه الايه، جوه الايه المقص. ده فيديو عن اسباب العومان. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. بعد اذنكم اعملوا لنا لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس اكتر والناس تستفيد لو عنده مشكله عدم ثبات في العربيه والحادثه مع دوس الفرامل.